السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله رب العالمين إليكم ومعكم، وأصلي وأسلم معكم على حامل لوائنا وإمام جمعنا ورائد ركبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وتابع هديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحبة، وأنا أعد وأتجهز لهذه الحلقة، وهي تقريبا من أولى حلقات شعبان وشعبان كما جاء في الحديث الصحيح حينما سئل صلى الله عليه وسلم عن السبب الحامل له صلى الله عليه وسلم على كثرة ما يصوم في شعبان، لأن ستنا عائشة قالت كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وسيدنا أنس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما يحمله على هذا، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. وزي ما قلت لإخواننا في الوادي، كنا نقول يعني كان رجب عند العرب أظهر في المكانة والحرمة من شعبان، ولهذا مسوغه لأنه من الأشهر الحرم. شعبان لم يكن من الأشهر الحرم، لكن له خاصية أخرى نبه عليها صلى الله عليه وسلم. تلك الخاصية أنه شهر يرفع فيه الأعمال. ده رفع سنوي، لأن في رفع يومي، في رفع أسبوعي، وفيه رفع سنوي. الرفع السنوي ده، واحنا بنلفت نظر الحريصين والحريصات، يعني كلنا من اخواننا واخواتنا في بعض الدول العربية، يعني يجي مثلا الزكاة وجبت عليها في شعبان او عليه، تستنى ما يجي رمضان اصل الحسن. افضل الصدقة ما صادفت حاجة او صادف غنى، هذه واحدة. وبعدين تستنى رمضان، ده رمضان ده له حساب تاني، لان اللي بيرفع فيه الاعمال، يعني العمل اللي بيرفع في شعبان ده يعني فيه شغل رمضان، لانه ختام سنة. وده يعني من فيوضات الله رب العالمين. في هذا الشهر وبهذه الخصائص وبهذه المزايا، طبعا اخواننا او خصومنا الفاطميين، بنقول خصومنا طبعا مش معنى ان هم جم واترزعوا هنا في مصر الله يلعنهم خلفوا لنا من البدع ما خلفوا. يعني تحويل القبلة، محدش قال ان هي في نص شعبان، لا خلاص بقت نص شعبان. ميلاد النبي عليه السلام محدش قال ان هي في ربيع، ده ربيع دي اللي كان فيها الاسراء والمعراج، لا هو ده ميلاد النبي. هم كانوا عايزين يزاحموا الدولة العباسية بالمواسم والتقاطيع والشخاشيخ والشخاليل، يعني مراعاة للأعراف أيضا غير المنكورة أو غير الفاسدة في تمامها، لا مانع أن نتكلم في تحويل القبلة. اخترت لها نص شعبان، زي ما واحد يختار لي مثلا ميدان المطرية ولا ميدان الحلمية ولا ميدان أنا كنت معاه أول امبارح السيد البدوي بس راعاني والله وآلمني، وكنت ناوي أتكلم فيها وأتكلم فيه. كانت لي رحلة يعني طويلة شوية في مسجد طفل سنه 6 سنين، يعني مميز، بيقرأ ما بيصليش. ليه؟ الراجل غفير المسجد ولا شيطان المسجد؟ ده شيطان،
ليس غفيرا وليس مصليا، ده شيطان. ان انت يدفع الطفل عن المسجد بعنف، كره يبات في المسجد. انا اعرف واحد كان متغمر ومش هقول اسم، كان في الشهر العقاري ابنه، وده كان ايه، تجاني متصوف يعني حتى الثمالة، يعني لا مؤاخذة مش بيشرب تصوف، لا ده بيعمل في البتاع ده تصوف كمان. وقعدت ابنه كان شيوعي. ليه؟ من شدة قسوته على أولاده وإهماله لهم وتعلقه بالتجاني أكثر من تعلقه ببيته وأولاده. إيه الغرض؟ كثيرون وراء انحرافتهم العقدية علل نفسية. أنت أمين على دين ربنا وعلى دينك يخرب بيتك. اما تطر الولد زي ده اما يكبر ويبقى كذا ويحمل اوزار، روح انت حج وروح صوم وكذا، هو ياخد من حسناتك وانت لا تدري. الغرض. فانا بحضر لحضراتكم هذه الحلقه، وطبعا الحلقه دي خاصه بشعبان استقبال رمضان، بس على غير ما الف الموظفون. لفت نظري مطلع سورة الأعراف. هذا المطلع وحد بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نقاش. قلت أبدأ به وأدلف منه إلى القبلة وتحويل القبلة وموقف أهل الكتاب منا في ربع ما ننسخ وربع سيقول السفهاء، وبالذات في حتتين دقيقتين هدعوكم انه تقفوا معانا شويه عشان تشوفوا كم نهمل من حظوظ في وقفاتنا مع القرآن الكريم التي يسرها الله رب العالمين لنا. الغرض، المدخل سورة الأعراف. اما تيجي يا صهيب مخمخ اقول اسال دلوقتي، استنى اما تخلص تسخن الطاسه. طيب، الله جل جلاله في اول الاعراف يقول الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك. خلاص الجمهور كله اليك اليك اليك. طيب، فلا يكن في صدرك حرج من في صدره لتنذر به هو وذكرى للمؤمنين. جميل. الكلام خاص بمين هنا؟ ما حط لك حاجه في الشاي متصل. كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. لمين؟ لتنذر به. مين؟ وذكرى للمؤمنين. لا، وذكرى للمؤمنين، المؤمنين بك يعني. يبقى اذا صدر الصوره بيتكلم مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. او كل الحشاشين اللي زيك كده، الامه كلها تقريبا دلوقتي كده. لو المقصود محمد صلى الله عليه وسلم لوحده كان المفروض الايه اللي بعدها تقول ايه؟ اتبع ما انزل اليك من ربك. هو قال اتبع ما انزل اليك من ربك واعرض عن المشركين في سوره ثانيه في الانعام. ماشي؟ انما هنا بعد الف لام ميم صاد كتاب، يعني كتاب نقول كده بالادب كده، اوعى تقول مبتدا، لا ده خبر لانه نكره، وعلشان جعلوا نكره ليه؟ عشان بذكائك لازم تجيب المبتدا وتقول هذا كتاب، يبقى كتاب خبر مبتدا محذوف تقدروه هذا. جميل. يبقى كتاب اي هذا كتاب انزل اليك، يبقى ما يقول انزل اليك يعني انزل اليك ايها القائد لتبلغ به الجند اللي هم من الجند. خابت في مجايبك، بس هي لسه عايشه معلش الله يسامحها. الجند كل الذين آمنوا ويؤمنون به. ودليل هذا اللي احنا هنتكلم فيه في القبلة
وكذلك جعلناكم، ما قالوش وكذلك جعلتك، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما قالوش كنت خير نبي، قال له لا، كنتم أي به خير أمة. ولهذا عظمته صلى الله عليه وسلم أن الله رب العالمين أكمله وأذاب من كماله في عجز الأمة ونقصانها. ففي كلنا من معاني محمد صلى الله عليه وسلم ما سنحاسب عليه، معاني راعيناها أعاننا الله وأتم لنا، لم نراعيها كتبت علينا. ولهذا سورة صاد بقى وأريدكم كلكم وانتم تستقبلوا رمضان تستقبلوه بهذا البيان من الله: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر